السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده. انا اول حاجه بشكر كل الناس اللي اتصلت بيا او بعتوا لي على الخاص بيسالوا عني. الحمد لله رب العالمين انا بخير، ولكن زي بقيه الناس احتمال بيوت الناس مقفله على امور ما يعلم بها الا ربنا عز وجل واصحاب الشأن فيما بعد، فاحتمال اكون بمر بس بشويه امور عائليه. ربنا يشفي كل مريض يا رب ويصلح حالنا جميعا. شكرا جزيلا لحضراتكم. والمتحف الكبير، المتحف المصري الكبير، في بعض الدول بدأوا يكتشفوا آثار عندهم، أو بالفعل هم اكتشفوا آثار عندهم، أو بالفعل أقاموا ليها متحف، أو بالفعل أقاموا ليها معرض. الأمر ده يخصهم هم فقط، يعني بلاش إن إحنا نتكلم ونصغر من شأن الناس ونقول عليهم كلام ملوش اي لازمه. ليه؟ لان احنا كافراد الشعب ممكن يطلع مننا حد يتكلم، ومن هناك تبص تلاقي حد مسؤول هو اللي بيرد وبيشتم او بيغلط. فده امر هم يخصهم. مصر عمر ما في مسؤول في جمهورية مصر العربية وجه اهانة او سباب لاي دولة ايا كانت، حتى لو في بيننا وبينهم مشاكل. لكن في بعض الدول بتبص تلاقي المسؤول هو اللي بيرد وهو اللي بيغلط وهو اللي بيتكلم كلام ملوش اي 30 لازمة. فاحنا كافراد الشعب ما يخصناش ما يقام خارج جمهورية مصر العربية في اي دولة ايا كانت. خلينا احنا بس نكون قادرين على الامور اللي عندنا في بلدنا، ان احنا نكون اكفاء، ان احنا نظهر الجانب الايجابي داخل بلدنا. عندنا المتحف الكبير، خلي كلامنا يكون على شغلنا وعلى حاجتنا وعلى امورنا. بلاش ان احنا نجيب سيرة غيرنا اكتشف اثار بقالها 1000 سنة، بقالها 2000 سنة، بقالها 100 سنة، بقالها يوم، بقالها يومين، اثار مش حقيقية. في ناس معنيين على مستوى العالم هم اللي يقدروا يقولوا الاثار دي حقيقية ولا لا، وبقالها قد ايه من التاريخ. يعني مش احنا اللي هنقدر نقيم الامور دي. فارجوكم يعني بلاش احنا ندخل نفسينا في كلام ملوش اي لازمة ونصدر للناس كلام ملوش اي لازمة، لان هيجي لك برضو رد كلام ملوش اي 30 لازمة. ومن هنا اي نعم الحكومات مش هتزعل من بعض ولا هتقع في بعض ولا الدول هتقع في بعض، ولكن هيسيب اثر سلبي بينا مش كويس ابدا. واحنا بتربطنا علاقات طيبة بجميع الدول المحيطة بينا. اما فيما يخص المتحف المصري الكبير، النهارده الخميس، صباح يوم الخميس، ربنا يجعله يوم جميل مبارك على حضراتكم جميعا. فما فيش اغلاق لاي طرق زي ما بدأ يتردد. يا ساده يا محترمين، ضيوف العالم هيكون موجود عندك، فانت اللي بتساعدهم كفرد من افراد الشعب. يعني لما تبص تلاقي في طرق بدأت تتحول، بيحول لك غير زمان كان بيقفل لك الطريق ويسيبك ايا كان بقى وانت روح مع نفسك. لكن النهارده عشان يحول لك طريق بيحولك لطريق اجمل واحسن. ليه؟ بيخطط الطرق، بيرصف، بيلون الشوارع، بيعمل الاتجاهات، بيظبط الامور، لان احنا لازم نبان باجمل صوره قدام العالم كله، والعالم كله هيكون موجود عندك بامر الله. فانت ركز على الايجابيات بتاعت بلدك. انت داخل على صرح حضاري عظيم. المتحف المصري الكبير ده متحف من اكبر متاحف العالم، بل من اهمهم، بخلاف القطع الاثريه اللي جوه. تاريخ عالم بقاله آلاف السنين هيظهر قدام العالم كله. فإحنا واجب علينا نشيد بهذا الأمر، مع العلم إن من رأيي أنا الشخصي إن المتحف المصري الكبير كان مفروض يتعمل له روبورتاج يومي من شهر فات على الأقل، يوميا على جميع القنوات التلفزيونية، إن نظهر الجانب الإيجابي، الطرق اللي بتتعمل، التمهيد اللي بيتعمل، الأمور اللي بتتعمل، المباني اللي بتتعمل، الإضاءات، كل حاجة مفروض كانت تظهر في المتحف الكبير ونظهرها للعالم، نبثها عن طريق القمر الصناعي للعالم كله، مش لينا احنا فقط. ولكن قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. فانت ركز على الايجابيات. المتحف المصري الكبير من الايجابيات اللي بتحدث في مصر. بلاش تشغل نفسك بما يحدث في بعض الدول الاخرى.
اشغل نفسك بما يحدث في بلدك واظهر ايجابياتها يا اخي، بلاش تظهر سلبياتها، لان السلبيات اللي انت بتظهرها هي سلبياتك انت مش سلبيات البلد. فانت بتدل على تربيتك انت لما تهين اي دولة من الدول او تتحقر من شأن اي شيء، فانت بتدل على المرض اللي جواك انت. فاحنا ناس مش مريضة، والحكومة عندنا ما بتضطهدش حد ولا بتشتم على اي دولة من الدول، حتى لو في بيننا وبينهم نزاع ايا كان. احنا بناخد حقنا باسلوب معين هو اسمه اسلوب القانون الدولي. فيا سادة محترمين، المتحف ان شاء الله هيتم افتتاحه يوم السبت من النهارده، في تأمين للناس اللي جاية، مش علشان خايفين من الشعب المصري، ولكن عشان مصر تظهر بطريقة جميلة وبطريقة حضارية تليق بهذا الحدث. فإحنا لازم نساعد الحكومة، لازم نساعد الجيش، لازم نساعد الشرطة. أنا والله ماشي النهاردة، يعني إحنا لسه هو وقت فجرية، لواءات موجودة في الشارع، ضباط موجودة في الشارع، الجيش والشرطة موجودين في الشارع، كل الطرق ماشية، كل الطرق بتتلون، كل الطرق في شيء جميل بيحصل وحدث جميل بيحصل. كان لازم نظهر كل الأمور ديت، الايجابيات بتاعتنا ونتكلم عليها، ما نتكلمش على اي سلبيات، ما نتكلمش على سلبيات بعض الدول. خلينا في نفسنا عشان نخرج بالامر ده للعالم كله، مش لمصر بس، العالم كله. يخلي عندك السياحة تزدهر وتشتغل، وعشان السياحة تشتغل هتبص تلاقي امور كتير قوي بتشتغل في بلدك، وبيوت كتير قوي بتتفتح في بلدك. الارزاق بالله ما قلناش حاجة، ولكن لازم نركز على ايجابياتنا. مفيش طرق بتتقفل، بالعكس ده الطرق بتزيد، والامور كلها من احسن الى احسن الى احسن بامر الله. المتحف المصري يتفتح يوم السبت بامر الله، ضيوف العالم هيكونوا موجودين اهلا وسهلا على دماغنا من فوق، احنا نساعدهم. ده لا حظر عليك ولا حجر عليك، ولا تدي ودانك لاي كلام مغرض ممكن يتردد خلال الايام اللي جايه. الهدف منه ان يسقط فرحتك جوه قلبك او يقلل من شأن المتحف المصري الكبير. لا بالعكس، المتحف المصري الكبير واخد مساحه شاسعه ومش على الفاضي، ده من جوه تاريخ مصر. فخليك ايجابي واظهر ايجابيات بلدك، بلاش تظهر سلبيات غيرك. ركز على بلدك علشان بلدك محتاجه لك، ومحتاجه كل كلمه حلوه انت تقدر تقولها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. واهلا وسهلا بضيوف مصر الاعزاء، غاليين على قلبنا وفوق راسنا من فوق. شكرا جزيلا لحضراتكم، وللحديث بقيه. السلام عليكم.